طب والله العظيم التمرينه دي فرقت معايا جدا وطورت عضله الباي بشكل ما كنتش اتوقعه، مع انها كانت نقطه ضعيفه عندي. التمرينه دي بتجمع ما بين تو ستايلز او مبدئين، مبدا اللو انتنسيتي هاي فوليوم ومبدا الهاي انتنسيتي لو فوليوم. ازاي بقى؟ في التمرينه الاولانيه انت بتمسك بار زجزاج، اتقل وزن تقدر تشيله وبتوصل بيه لاقصى عداد بالاداء اللي انت شايفه ده بالظبط، اللي هو انا كوعي بيبقى قدام، بطلع بالبار مش للاخر عشان العضله ما تفصلش، ولما باجي بعمل استرتش على 3 ثواني للاخر واطلع تاني، بوصل لحد الفشل العضلي. بعد كده بمسك دمبلين مش تقال، ودي كده مبدا الهاي فوليوم. انا ماشي بمبدا ما تعدش هم هيجوا لوحديهم، فانا في التمرينه دي بوصل لحد الفشل العضلي، لحد ما فعلا دراعي او عضله الباي تقول لك خلاص انا جبت اخر. التمرينه دي حلوه قوي قوي لو بدات بيها تمرينه الباي بتاعتك، والاجمل من كده انك تلتزم عليها 8 اسابيع، هتشوف فرق ما كنتش تتوقعه. جربها وادعيلي.